في الخمسينات وسط زحمة القاهرة القديمة وصوت القطارات اللي بتملى ميدان باب الحديد، كان الملك رمسيس الثاني واقف بيشوف مصر الحديثة وهي بتتبني من حواليه. الميدان اللي بقى اسمه ميدان رمسيس اتحول من محطة قطارات لساحة رمز للحضارة. كل يوم ملايين بيعدوا تحت ظله من غير ما يعرفوا ان التمثال ده شاهد على حضارة عمرها آلاف السنين. لكن التلوث والاهتزازات والوقت ابتدوا يجرحوا الحجر ويأثروا عليه، وكان لازم الملك يرتاح عشان يتنفس من جديد. اتنقل من الميدان سنة 2006 ودخل معامل الترميم. هناك اتغسلت طبقات الزمن ورجع اللون ورجع المجد. وفي 2018 ابتدت الرحلة الأخيرة، موكب ملكي حديث، تمثال بوزن أكتر من 80 طن بيسافر على عجلات ضخمة من قلب القاهرة القديمة ناحية عرشه الجديد في المتحف المصري الكبير. دلوقتي في قلب البهو العظيم واقف الملك رمسيس الثاني بيستقبل الزوار بعظمة، كأنه بيقول أنا رجعت، بس المرة دي مش في الميدان، أنا في قلب التاريخ. تابعونا في ورا الجدران، في حكاية تانية كتير.